السلام عليكم. اللي حصل بكأس العالم بأول 4 مباريات كان جدا جنوني. بس قبل ما أقولكم شو صار ونحلل كل مباراة ونقولكم شو صار كل شي فيها، ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الإشعارات حتى ننزلكم كمان عن هذا المحتوى إذا حبيتوه. ويلا خلينا نبدأ بأول مباراة بمباراة الاستفتاح قطر والإكوادور. فازت فيها الإكوادور بنتيجة 2-0 على قطر، اللي هي الدولة اللي استقبلت كل العالم اللي حتى تصير فيها المونديال واللي هو كأس العالم 2022. طبعا سبب الفوز الإكوادور على قطر كان يعني حظ، لأنه أول مرة يعني قطر تلعب بكأس العالم وكانوا لاعبين جدا جدا متوترين، وقطر أصلا لاعبين أقوى من كده بكتير، بس لأنه كانوا متوترين وأول مباراة لهم بكأس العالم وتوتر كتير كبير، فلهيك تضعف الشخصية. يعني بيصيروا إنه متوترين كتير وما بيحسنوا يلعبوا المباراة. أما الإكوادور يعني من زمان من زمان من زمان كتير، يعني كتير لاعبين كأس العالم، يعني حتى لو لاعبين مباراة واحدة بكأس العالم بيصير فيهم إنه ثقة بالنفس حتى يلعبوا بكأس العالم. أما لاعبين منتخب قطر يعني أول مرة بفوتوا على كأس العالم، فلهيك كانوا كتير متوترين، فلهيك ما هجموا ولا هجمة وسيطر عليهم التوتر وخسروا 2-0. وإن شاء الله نشوف قطر بالمباريات الجاية إنها تكون أكوس من هلا وتفوز بالمباريات الجاية بهاي المجموعة الأولى. خلينا نروح للمباراة الثانية واللي كانت بين إيران وإنجلترا. كانت مباراة جدا جنونية والأجانب بينوا قوتهم قدام كل العالم. يعني إنجلترا سحقت إيران بنتيجة 6-2. إيش هاد، مع إنه إيران جدا قوية بآخر 6 مباريات ولا هزيمة، يعني 3 مباريات تعادل 3 مباريات فوز. ففجأة بتجي هيك إنجلترا بأول مباراة إلها بكأس العالم، أول مباراة إلها بمونديال قطر، بوم طقن 6 جوال لإيران. فمباراة جدا قوية، ويعني صارت إنجلترا من المرشحين للفوز بكأس العالم. يعني مباراة جدا قوية. أنا ما فكرت إنه هيك يكون مستوى إنجلترا كل هالشي قوي وتسحق إيران ب6-2. يعني مو كل النتيجة إيه بتفوز عليها، بس مو بكل هي النتيجة. خلينا نروح للمباراة الثالثة واللي جدا أسطورية بين هولندا والسنغال. اللي شاف المباراة إنه 2-0 لهولندا بيكون قال خلص اللعب كله لهولندا، وفازت هولندا بجدارة ومدري إيش. صح فازت بجدارة، ولكن السنغال كان لعبة جدا قوي وكتير منافس لهولندا، يعني هجمة بهجمة، وكين كتير 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 كانت تهجم السنغال، وكان يعني إذا فازت إشي مستحق. لكن في آخر دقائق المباراة حارس السنغال للأسف يعني غلطات كتير، كان ما لازم هيك يعمل. يعني ليش هيك أكل جولين كتير سهلات. هلا الجول الأول إذا قلنا صعب شوي، بس الجول التاني يعني إجته ضعيفة وما حسن يصدها. ليش كده يا مندي؟ أوكي، يعني خلصت المباراة بنتيجة 2-0 لهولندا، وفازت هولندا بلباس البرتقالي على اللباس الأبيض اللي كانت لابسته فريق السنغال. خلينا نروح للمباراة الرابعة واللي كانت جدا أسطورية، واللي هي بين ويلز وأمريكا. كانت مباراة جدا متعدلة بين المنتخبين، يعني أمريكا الشوط الأول وويلز الشوط الثاني. مباراة جدا أسطورية. دخلت أمريكا جول أول بالشوط الأول وكان جدا جميل من أمريكا، وكانت مستحوذة على الشوط الأول يلي كان لأمريكا. أما بالشوط الثاني كان مستحوذ عليه ويلز وعبيه جوم على أمريكا. أما بالشوط الأول كانت أمريكا يعني محاصرة ويلز بمنطقة الجزاء، وما عم تخلي حدا يطلع حتى يهجم، وعم تهجم تضرب على ويلز لحتى سجلت عليها هذا الهدف الوحيد بالشوط الأول. وبالشوط الثاني كانت عم تهجم ويلز وعم تحاول تسجل جول، وبالأخير انعطبوا له واحد بمنطقة الجزاء وحسب الحكم جزاء ودخلوا كارث بيل، وصارت النتيجة وحدات، وانتهت المباراة بين المنتخبين وحدات. كانت أجمل مباراة وجدا جميلة، لأنه كانت يعني فيها تعادل جدا جميل وفيها جدا حماس بين الفريقين. وإن شاء الله يكون لقطر يعني إلها يعني إن شاء الله بالمباريات الجاية تفوز وتتأهل إن شاء الله بالمباراة الجاية. وأوكي يا جماعة، لهون بنكون وصلنا لنهاية المقطع. إذا عجبكم وبدكم يعني كمان نزل عن هيك شغلات يعني عن كرة القدم وعن كأس العالم وعن تحليلات كل إشي عن كرة القدم، اكتبوا لي تحت بالتعليقات، وإن شاء الله راح نزلكم فيديوهات كمان عن الألعاب وما أقطع الألعاب. وبس يا شباب، لهون نكون وصلنا لنهاية المقطع. إذا عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك،
وبس، نشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة، باي باي.